يا صباح البسبوسة، جايبه لكم طريقة جميلة قوي للبسبوسة، بسبوسة العربيات. بجد خطيرة، هتنفعنا قوي في رمضان، لازم تجربوها. يلا نشوف الطريقة، وقبل ما ندخل على الفيديو يلا بينا نسمي بالله ونسمي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما ننساش ندعي لأخواتنا في غزة، ربنا ينصرهم نصرا عظيما بإذن الله. يلا بينا ندخل نشوف العظمة دي. طبعا احنا هنعمل البسبوسة بالأكياس الجاهزة، مش هنعملها بدقيق السميد. اول حاجة كده هنعمل ايه؟ هندهن الصينية اللي هنحط فيها البسبوسة. الصينية دي الوسطانية من اخواتها. تمام. هندهنها دهنة كويسة قوي من السمنة ونركنها على جنب. لازم تتأكدي انها اتدهنت كويس قوي من السمنة. بس كده طبعا بعد ما اتدهنت هنركنها على جنب. ونجيب معانا كده ايه بولة. هنحط فيها نص كوباية من السمنة بالشكل ده. ولا هي جامدة ولا هي سايحة، نص كوباية. وعليها كمان كوبايتين او علبتين من الزبادي. الزبادي انا لما جبت الزبادي ما لقيتش من اللي هي الزبادي البيضة. بس الجيش قالك اتصرف، وكان خلاص احنا عايزين بسبوسة النهاردة، فلقيت من اللي هي الزبادي بالفراولة، فجبتها عادي وعجبتني كمان الريحة بتاعتها. بتدي ريحة حلوة قوي للبسبوسة. فطبعا كده حطينا كوبايتين او علبتين من الزبادي، عليهم نص كوباية من السمنة. وهنضرب بقى الخليط ده جامد قوي قوي لما يكون كده كريمي. لما نوصل مرحلة انه يكون كريمي بالشكل ده. هنضرب طبعا ضرب مستمر، انا مش هقطع الفيديو علشان تبقوا شايفين معايا. هنعملها بسبوسة جميلة قوي ومتماسكة كده وحلوة. احنا من الناس اللي بنحب البسبوسة تكون قطع، لما نقطعها كده تكون قطع. انما الطرية دي مش بنعرف ناكلها ومش بنعرف نقطعها ولا نقدمها لو ضيف جه ولا كده. فاحنا بسبوسة النهاردة هتكون حلوة ومتماسكة كده وحلوة بالشكل ده. بصوا بقى كريمي. اول ما نوصل للمرحلة دي نوقف ضرب بقى ونحط بقى كيس البسبوسة بتاعنا. بس لازم يكون كريمي كده. هننضف كده المضرب بتاعنا. طبعا ما نهدرش في اي حاجة، لان لو سبتي حاجة في المعلقة ولا في الطبق ولا في المضرب، دي بتكون دي بتكون من المكونات بتاع البسبوسة، فما ينفعش نهدر فيها. طبعا بعد طبعا ما قلت لكم وصلنا مرحلة القوام ده في المواد السائلة. هنمسك بقى كيس البسبوسة نفتحه ونفضي كيس البسبوسة كله على الخليط اللي عملناه. طبعا كلنا عارفين كيس البسبوسة اللي هو اسمه كريمة. كلنا عارفينه، هو حلو. هو مش بطال يعني، هو المتوفر. في انواع طبعا كتير حلوة، بس احنا دايما بنعمل اللي هو الكريمة ده. فهنقلب بقى الخليط كله بالراحة كده. احنا مش بنقلب نعجن، لا احنا يدوب بس بنقلب الخليط مع البسبوسة، انها البسبوسة تشرب الخليط بتاعنا. ولو لقيتيها كده تخينة شوية، لو يعني قوامها تخين معاكي، حطي معلقتين ل3 معالق حليب. هنقلب كده كويس. هو قوامها مش بيكون سايل ولا تخين، ان هو مش هتعرفي تفرديه في الصينية. لا هو بيكون حلو يعني طري. يعني طرية تتفرد معاكي بسهولة، مش سايلة. بصي، هنفضي بقى القوام البسبوسة بتاعتنا في الصينية. طبعا الصينية زي ما قلت لكم احنا دهنينها دهنة كويسة. وهنفردها بقى بالسباتولا زي ما انا بعمل كده، او بايدك باللي ايدك مية كده و... وافرديها تتفرد معاكي بكل سهولة. ونخبطها كده خبطتين على الرخامة علشان تكون سمك واحد، ما تبقاش حتة تخينة وحتة رفيعة بالشكل ده. بصي، خبطتين 3 كده. البسبوسة لازم الجيران تعرف ان احنا بنعمل بسبوسة من كتر الخبط بتاعها. بس كده بعد ما سويناها كويس هنقطعها. انا بحب اقطعها قبل ما ادخلها الفرن علشان اعرف ازينها بالشكل اللي انا عاوزاه.
عايزة تقطعيها بعد ما تطلع من الفرن براحتك خالص، بس انا بحب اقطعها قبل ما تدخل الفرن عشان اعرف ايه ازينها. طبعا التقطيع اللي انتي عاوزاها مش هتفرق خالص. هنبتدي بقى ايه نزين. جبت كده فول سوداني، فتحتها لنصين، وهحط على كل قطعة تلات آه، تلات فولات سوداني، يعني 3 حتت من الفول السوداني بتدينا شكل حلو. طبعا التزيين اللي انت عاوزاه مش هيفرق خالص، ولكن احنا بنديها شكل بس. هنعمل طبعا الصينية بنفس الطريقة بنفس الشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. طبعا مولعين بقى الفرن، يكون سخن على درجة حرارة 200 من تحت بس. وأول كده ما تستوي من تحت نلاقي الحروف بدأت تستوي كده وتحمر، هنجي حاطين نولعها من فوق. هنعمل بقى الشربات. معانا 1.5 كوباية من السكر، وعلى 2.5 كوباية من المية. احنا عايزينه شربات يكون خفيف ما يكونش تقيل. 1.5 كوباية من السكر عليها 2.5 كوباية من المية. شربات ناجح وهينجح معاكي من اول مرة. للناس اللي بيسكر منها الشربات او ما بتعرفش تظبطه، اعملي بالطريقة دي للبسبوسة، بجد هيبقى جميل جدا. وهنولع بقى النار تكون عالية. اول ما يغلي كده بالشكل ده هنعصر بقى ايه نص ليمونة. بشيل بس في حتت كده زي الريم او الحاجة، انا دي بشيلها عشان ما يسكرش معايا. هنعصر نص ليمونة على الشربات ونوطي النار. نسيبه بقى يستوي، هياخد بتاع من 5 ل7 دقايق. اول ما كده البسبوسة استوت معانا وخدت اللون الحلو ده، هننزل عليها بالشربات السخن اللي هو لسه بيغلي بالشكل ده. هنسقيها بقى بكمية الشربات. هو هيتبقى شوية، بس انا بحب اعمله بالزيادة عشان بحب البسبوسة تكون شاربة الشربات كويس. هنغطيها علشان الوش بتاعها ما ينشفش، ونسيبها كده لحد لما تشرب الشربات كويس قوي، ونقطعها مع بعض. طبعا هي متقطعة، ولكن انا هضغط تاني على مكان التقطيع. جميلة جدا، وطلع كل خرطة كده بالخرطة بتاعتها. انا بحبها بالشكل ده علشان لما احب اقدمها لحد يكون شكلها شيك كده وحلو. عايزة تقدميها كده من غير بقى اي حاجة، تمام. عايزة تحطي مثلا تبقى عندك قشطة، تحطي على الوش قشطة كده بيبقى شكلها جميل قوي، وطعمها بيبقى خطير. وبألف هنا للي يجربها، بجد كانت صينية بسبوسة جميلة جدا. احنا بنحبوها كده تكون متماسكة، وعشان طبعا زي ما قلت لكم لما بيجيني ضيف بحب اقدمها له كده تكون القطعة بقطعتها، يعني ما تكونش طرية ويبقى مش باين لها ملامح. وبس كده، وبألف هنا. والفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم. ومتنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناة لو مشتركتوش، وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا. وكده وصلنا لنهاية الفيديو، استنوني الفيديو الجاي. واقول لكم سلام.